السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا أخوات فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم ريب منزلي سهل بأسهل طريقة باش ينجح معكم هذا الريب هذا من أول استعمال. نبداو على بركة الله باش ما نطولش عليكم. عندي هنا واحد لتر ديال الحليب، عندي كأس ديال الياغورت ديال الفاني، وعندي سكر سنيده. عندي تقريبا نصف كأس ديال السكر سنيده. بغيتو ما ديروش السكر ما ديروش، ماشي مشكل. يعني تقدروا الناس اللي ما كيبغيوش هكا الحلاوه يقدروا يزولوا السكر سنيده، ماشي مشكل. هنا في واحد الكاسرونه غادي ناخد نصف لتر الاول، غادي نوضعه فوق النار حتى كيبدا كيغلى ليا وكتطلع فيه الغليه. هذا الرايب راه ناجح، فقط تبعوا الطريقه وغادي ان شاء الله غادي ينجح معكم، وكيجي بنين بنين بزاف. راه زعما كيجي بنين احسن من اللي كتشريو هكا من المحلابات. نصف لتر الثاني كنوضعوه في واحد الاناء، غادي نضيف عليه ديك الياغورت. بالنسبه للياغورت ديروا د الفاني ولا تقدروا ديروه هكا طبيعي. يعني كي قلت لكم الناس اللي ما كتاكلش الحلاوه تقدر دير طبيعي يعني بدون سكر، اولا كديروه بالسكر، يعني اللي بغيتو. كنخلط مزيان مزيان، يعني كنخلط ديك السكر مع ديك الياغورت. صافي كنخلطو، والحليب راه فوق النار حتى كتبدا كيجيب هكا الغليه. صافي راني كنحيدو من فوق النار. هانتوما راه بدا كيغلى وكتكون فيه ديك الفراره كما تنقولوا، ديك القشره هكا اللي كتجي من الفوق. راه هذيك راه من بعد راه غادي تصفى، ما غاديش تبقى، ضروري كنحيدوها باش ما تخسر ليكمش الرايب. ها هو بدا كيطلع، غادي نطفي عليه وغادي ناخدو مباشره غادي نضيفو فوق فوق هذا الخليط ديال الحليب البارد اللي خلينا. وضروري غادي نصفيوه، كديروا واحد الصفايه وغادي نصفيوه باش كتزول ديك القشره. شفتوا ديك الفراره غادي نحيدوها. وكنخلط هكا بالفوي، كنخلط مزيان مزيان، يعني كنعطيه شويه ديال الوقت وكنخلطو، ماشي غير نخلط هكا بزربه ونحيدو. يعني كنعطيه شويه الوقت حتى كيدير بحال اللي كيدير لينا ديك الكشكوشه، ديك الرغوه هكا من الفوق هكاك. صافي وكيكون عندنا الرايب واجد باش غادي نديروه في الكيسان ولا زليفات ولا اللي بغيتو. كيجي هذا الرايب صراحه من ألذ، كيجي بنين بنين بزاف، كيجي احسن بكثير من اللي كتشريو من برا. غير جربوه وجربوا هاد الطريقه، وما غادي تحتاجوا لا مسخون لا طنجره الضغط لا حتى شي حاجه. هاد الطريقه غادي تكون سهله سهله بزاف بزاف وناجح، يعني ناجح مليار في المية ناجح ان شاء الله باذن الله. هنا خديت هاد الكيسان ديال حياتي، انا عندي منهم غير 6 منهم غادي نعمر. صراحه عجبني الشكل ديالهم، بلديين هكا، بما اننا تنقولوا الرايب راه تنقولوا شي حاجه بلديه خصوصا ديال الدار. عجبني هكا المنظر ديالهم انني نديرهم في هاد الكيسان. غادي نعمر هاد الكويسات هادو، واللي بقى لي راه غادي نزيد كيسان اخرين لان ما عنديش منهم بزاف، اولا ديروا زليفات ولا اللي كان، المهم غادي ديروه. وفي هاد الاثناء انا بعد ما راني كنعمر شنو درت؟ كنشعل الفران كي كدفيوه، ماشي تعطيوه شي سخونيه بزاف. كدفيو الفران ديالكم سواء ديال الغاز سواء ديال الكهرباء. المهم انا كيجيني هكا ساهل الفرن الكهربائي دغيا دغيا، كنعكز نشعل الفرن ديال الغاز. شعلت غير ديال الكهرباء، دفيت واحد شويه، شعلته بدا كيدفى. حسيت براسي بان نقدر نحط يدي على ديك اللاطه ديال الفران، يعني نقد نحط يدي عليها، يعني غير دافي. وكنحيد كنطفيه وكنخليه هكا دافي. صافي كنبدا كنعمر هاد الكويسات بهذا الشكل هذا. غادي نعمرهم واللي بقى لي غادي نزيد حتى هاد الكويسات حتى هما عمرتهم. يعني راه كيتخرج ليا يعني تقريبا باش تقام علينا، تقريبا كيتقام علينا ب10 دراهم. يعني لتر ديال الحليب راه معروف كيتقام ب8 دراهم، زائد 2 دراهم ونص ديال الياغورت.
يعني هي هذيك تقريبا واحد 10 دراهم ونص ديال المكونات كنتحصلوا على هاد الكيسان كاملين. راه كنعرفوا ان الا شريتيه من برا او من المحلبات راه عارفين الثمن ديالو، يعني الكاس بشحال كيوصل، ولكن هذا كيبقى لذيذ صراحه، كيبقى احسن بكثير من هذاك اللي غادي تشريه من برا. خديت هنا بعد ما استفتهم في هاد فوق الصينيه هكا، غادي نغطي عليهم هكا بالسلوفان مزيان، كتغموهم بالسلوفان، ضروري ديروا عليهم البلاستيك هكا باش ما يدخلهم هكا الريح. صافي وغادي ندوز باش غادي نديرهم في الفران كي قلت لكم اللي دفيته. الفران راه غير دافي ماشي سخون، وكندخلهم للفران وغادي نخليهم. انا راه درتهم في الليل حتى الصبح لقيتهم واجدين، درتهم الصباح غادي يوجدوا لكم بالليل، درتوهم بالليل غادي يوجدوا لكم الصباح. يعني كتخليوهم دابا راه بارد الحال، ما عليهم حتى شي حاجه. غطيتهم بواحد المنديل، زدتهم واحد المنيدل صافي، وغادي نسد هكا الفران ونخليهم حتى الصباح ليه، عاد باش تشوفوا كيفاش كيجيو. صراحه كيجيو زوينين. وهنا بعد ما خليتهم في الفران كي قلت لكم ليله كامله، نحاول نحيد ليهم ديك السلوفان. وهانتوما شوفوا، يعني جامدين جامدين. ما هانتي واخا كتقلبي الكاس راه ما كيتزلع ما حتى شي حاجه، يعني شاد راسو متماسك ناجح. فقط جربي هاد الطريقه وغادي تشوفي ما تحتاجي لا كوكوط لا ما سخون لا حتى شي حاجه. وهاد الطريقه غتنجح ليك. راه بعض المرات شحال من وحدين واخا كيديروا الماء سخون والكوكوط يعني ما كينجحش، ولكن هاد الطريقه آه، غير تبعي المراحل ان شاء الله وغادي ينجح معك. وها نتوما يعني هنا وريتكم كاع الكويسات اللي عندي باش تشوفوا. راه واخا كتعيي تقلبي فيه ما كيطيح حتى شي حاجه، شاد راسو متماسك. صافي بالنسبه للتزيين، هادوك الكيسان الكبار غادي ندير لهم هكا شويه ديال المكسرات. اي نوع ديال المكسرات عندكم، انا كان عندي شويه من الحاجه، شويه ديال الكركاع، شويه ديال الاكاجو ولا اللوز، ولا تقدروا تخليوه غير هكاك. انا فقط هكا حبيت انني ندير غير هاد 3 هكا بهاد المكسرات. وغادي نزين حتى يعني غادي ندير لهم تزيين، نخليهم شي غادي نزينو بالمكسرات. هادو التانيين غادي نزينهم بهاد الصوص ديال الفراوله، اولا ديروا ديك السيرو اللي بغيتو. انا عندي ديك الصوص ديال الفراوله هما اللي غادي نديرهم. وهنا زدت على ديك المكسرات زدت عليهم شويه ديال ديك الصوص ديال الشوكولا هكا غير تزين. تقدروا تخليوهم هكاك ماشي مشكل، ولكن راه كينفعوا الصراحه. راه خصوصا في رمضان هكا مع السحور كيجيو زوينين الصراحه، كينفعوا بزاف بزاف. كيشتو ما كيتقاموش علينا غاليين بابسط المكونات. هنا زدت عليهم هادو، درت لهم ديك الصوص ديال الفراوله اولا ديك السيرو اللي عندكم. صراحه انا كنفضلو هكا طبيعي بلا حتى شي حاجه. راني يعني درت نص نص. وليداتي كيعجبهم ديك السيرو، الاخرين هكا بالمكسرات حتى هما، وانا كنبغي غير هكاك بوحديتو. ما كنبغيش هاد السيرو صراحه، ما كيعجبنيش. فقط غير على حساب الوليدات كيبغيوه وصافي، واللي بغى شي حاجه يديرها. يعني انا درت شويه من الحاجه. كنحاول هكا ندورو بهذا الشكل باش يتقاد معايا صافي. وكيكون عندي الرايب واجد كي قلت لكم. التزيين كيبقى على حسب داكشي اللي عندكم. وغادي نوريكم القوام كيفاش كيجي. كيجي عاقد، هانتوما عاقد عاقد. وخليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق، وكذلك ما تنسونيش من لايك. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.